عسلامة ومرحبا بكم معنا في دبارتنا لليوم. اليوم مع بعضنا باش نعملوا الريغوتا التونسية العزيزة الغالية ذيك اللي نحبوها الناس كليكا. ومن الريغوتا باش نعملوا اللور بينر التركي اللي هو جبن تركي متخصص للحشوات كليكا، للبوريك للبوتشا حسيلو، وين تحطوا تلقاه. اللي حاجته بالوصفتين يقعدوا معايا للاخر، وما تنسيوش تشتركوا في القناة. ويلا نبداو. اول حاجة نعملوها ناخذوا إترة من الحليب يكون كامل الدسم، ناخذوا الكسرونه نتاعنا ونصبوا كميه الحليب. لهنا الوصفتين راهم اكسبريس، وصفتين رابيد على الاخر، ما يستحقوش لا برشا وقت لا برشا جهد. ناخذوا كسرونتنا نحطوها على الغاز ونخليها تسخن في راحتها. في الاثناء نمدوا الخل نتاعنا، خل تفاح، خل عادي ما يقلقش، ونجموا نعوضوه حتى بالقارص. ناخذوا صحيفه ونحطوا فيها 3 ملاعق اكل من الخل والا من القارص. تو لهنا اول ما يسخن الحليب متاعنا وقبل ما يفور نطفيو عليه الغاز ونضيفوا عليه كمية القارص وإلا الخل، نخلطه بالكدا ونخليوه بعض الدقائق يرتاح. لهنا نغطيوه بالغطاية متاع الكسرونة وإلا بالمنديلة أي حاجة، المهم نغطيوه ونخليوه يرتاح بين ربع ساعة حتى نصيف ساعة. احنا وقديش يستحق وقت، المهم نتحصلوا على نتيجة تكون كيف هكا. الحليب افصل معناتها ولا عنا فرماج وماء، وهذاك هو المطلوب، وهذاك هو دور متاع الخل والا القارص. بيه توا لهنا باش نحيو اكل فرماج اللي احنا تحصلنا عليه، ناخذوا بالملعقه هكا نلموهم شويه ونخرجوهم، والا تاخذوا يدكم تلبسوا فيها جواندوات على الحراره وباش يقعد التعقيم، تنحيو اكل فرماج اللي تحصلنا عليه ونحطوه في صحيفه. تاخذوا لهنا هذيك اللي نخرجوا بها متاع المقلي وكل شيء، المهم تكون نظيفة ونخرجوا بها الحليب الفرماج متاعنا. وإلا تنجموا تستحقوا للصفية العادية اللي تحبوا انتوما. لهنا الماء هذاك رانا ما نلوحوش، هذاك حاجتنا بيه، وكمل نجموا نعملوا بيه الخبز البيتزا، ويجي بنة على بنة ويجي تري بالكدا. توا لهنا الكمية اللي تحصلنا عليها من الفرماج ناخذوا كومبريس نظيفة، وإلا ناخذوا صفية وتكون نظيفة، وإلا ناخذوا قطعة قماش زاده كيف نظيفة. توا هنا شنو باش نعملوا؟ الكمية اللي قاعدت من الماء لاصقة في وسط هكاكا الفرماج وكت فتفيتة متاع الفرماج هذيك نحيوها. توا هنا باش نشدوا هكا بشوية بالكمبريس ونلموهم هكا في بعضهم ونضغطوا عليهم بالطرف. لهنا ما نضغطوش برشا وما نحيوش كمية الماء الكل، لازم تقعد هكا فيه شوية كمية ماء. وهذه الريغوتا. تو اختيوة اخرى اضافية، ناخذوا الريغوتا متاعنا ونحطها في صحين ونخلطها نحركها بشوية يمين ويسار، وبعد نهزوها ونحطوها في الفورمة اللي احنا حاشتنا بها. وكها قولكم ما فماش ما اسهل منها، وبسم الله ما شاء الله هاكي كميه معتبره. توا نحضروا اللور بينر متاعنا، ناخذوا كسرونه نحطوا فيها شويه ماكل الماء اللي خرج متاع الحليب، نضيفوا عليها 2 ملاعق صغار من الملح ولا قد ما انتم تحبوا ملح. لهنا كان باش تحطوا كميه ملح اعملوا حسابكم بعد في المخبوزات متاعكم راكم ما تضيفوش كميه كامله من الملح. ناخذوا الريغوتا متاعنا اللي حطيناها في الكسرونه فوق النار وبديت هكا تسيح معانا، نقعدوا نخلطوا فيها يمين ويسار حتى لين نشيحوها من كمية الماء الزايدة الكل. اسمه لور بينر اكسبريس على خاطر نعملوه فوق النار باش فيسع يحضر معانا. كان تحبوا في فيديو اخر نعملوها من غير كسرونه وهكا في راحتها، والطريقه نتاعهم هما التقليديه. لهنا بعد ما شاحت حطيناها في الكمبريس هكا عملناها كويره، لهنا جوست باش تتلم هكا، هو هذاك علاش حطيناها في الكمبريس. وتوا في ماء فيه ثلج يكون بارد برشا نحطوها على الماء هذاك باش معاش تزيد تكمل الطيب وسيي. لهنا نخليها ترتاح تريف، وبعد نخرجها نحطها في صحين نتاعنا. وهذه اللور بينر يكون لهنا احضر. توا لهنا اللور بينر هذا متاعنا كان تشوفوا الوجه متاعو ماهوش شبيب برشا، هذاك علاش باش نزينوه اكثر اضافيه. اخذيت هكا شويه ساشي وقعدت ندور فيها حتى لين ولات مزيانه او ولات ازين، وخليتها في الفريجيدير تبرد في راحتها. لهنا تحطوها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور كيما تحبوا انتوما، المهم تبرد وبعد نجموا تستعملوها. توا لهنا بعد ما خليتها بردت حبيت نوريها لكم النتيجه النهائيه كيفاش نتحصلوا عليه. اللور بينر اللي هو الجبن اللي يبدا مفتفت
ويبدا هكاكا شايح ما فيش برشا ماء، تقريبا ما فيش بالكليكا ماء. توا لهنا كيما هكا تحصلت على الكعيبره هذه الصغيره. توا هاكم تشوفوا كيفاش السكينه تمشي تاك 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 هكا فيها، على خاطر يكون راهو هشوش برشا، خفيف برشا، بالحق خفيف على الاخر، وبالحق جاي فيه بنة الله وحد بسم الله ما شاء الله. توا هذا اللور بينر تعملوا به كما قلت لكم البريك، تعملوا به السويب على البريك نتاعنا، تعملوا به اي وصفه تستحق الجبن. تحطوا جبن هذا راهو ماهوش مطاطي لا حتى شيء، جبن عادي بنين على الاخر. وكما قلت لكم هذا هو الجبن اللي يعملوا به البريك نتاعهم وكل شيء. لهنا تنجموا تاكلوه مع الخبز، اما الحق نتاع ربي ماهوش بنين برشا هكاكا مع الخبز، راهو يجي ديما في وسط الاكل من داخل. تنجموا بيه زاد تعملوا اللازانيا بين الطبقه والطبقه. حسيلو وين تحطوه تلقاوه الجبن هذايا، وكهو عاده. هذه كانت الوصفة والدبارة، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكان حاجتكم في أي وصفة أخرى تكتبوها لي من لوطة في صندوق الوصف، وفي وصفة أخرى ودبارة أخرى. وانتم تكونوا ديما بألف صحة وخير وعافية، وباي باي.